السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص كل الناس كلت الرنجة والفسيخ، والنهارده شم النسيم، كل سنة وانتم طيبين. والإخوة المسيحيين طبعا بخير وسلامة إن شاء الله. بيان من مجلس إدارة نادي الزمالك عن التحكيم، بيتكلم عن التحكيم وأخطاء التحكيم في المباريات الثلاث الأخيرة، ولكن أنا شايف يعني أنا ما فهمتش حاجة من البيان. هو البيان كله طبعا الكلمات بتاعته جميلة جدا ومتصاغ صياغة جميلة جدا، ولكن ما فيهوش قرارات. كنا نتمنى ان في قرارات فعليه اتعملت، ان انا بعت مذكره لاتحاد الكوره بعترض فيها على التحكيم، بعت مذكره ضد لجنه الحكام، بعت مذكره ضد اي اخطاء موجوده. لكن انا سوف اتخذ الاجراءات لو حصل الكلام دوت. طب ده كلامنا احنا، يعني ده كلام الجمهور، يعني هو بيان جماهيري اكتر منه بيان فعلي في اي حاجه. فكي في كلمات طبعا كلمات باللغه العربيه حاجه جميله جدا وقويه، والألفاظ قوية جدا، ولكن أنا شايف البيان طبعا بيان يعني زي ما نقول كده حاجة بتمسك العصاية من النص. يعني احنا معاكم بنأيدكم بنساندكم وبتاع، بس في أخطاء يا جماعة واحنا سكتنا ومش هنسكت تاني. يعني مش هينفع الكلام، لابد إن يكون في إجراءات سليمة، إجراءات حاسمة. أنت بتاخد إجراءات حاسمة، يعني إجراءات حاسمة عشان إن أنت تاخد حقك. هتاخد حقك بالكلام أو البيانات، حق الزمالك عمره ما هيجي بالبيانات. حق الزمالك هيجي بإجراءات حاسمة، إجراءات فوريه. لكن هعمل الفتره الجايه لو حصل هعمل كذا لو مش عارف ايه. شايف ان هو بيان، يعني بيان بيان من بيانات الشجب اللي احنا بنشوفها، ناس تنكر ونشجب ومش عارف ايه والكلام ده كله. فاتمنى ان يكون في اجراءات حاسمه ضد اي اخطاء ضد الزمالك. حقوق نادي الزمالك اهم من اي شيء تاني. تبدا تدافع عن حق الزمالك، بتاخد اجراءات رسميه مش بيانيه او كلاميه. ما ينفعش. ده طبعا مجلس اداره الزمالك، اعتقد ان راي الجمهور، يعني معظم الجمهور كده، باستثناء طبعا مجموعه معينه معروفه. كابتن عبد الواحد السيد هيسافر بكره طبعا المغرب، هيكون معاه الشيف الخاص بالفريق، ومعاه اداري الفريق عشان يجهز للاجراءات الخاصه بلقاء نهضه بركان اللي هيقام طبعا في ملعب البلديه في مدينه بركان. على فكره مدينه بركان دي على الحدود، يعني مدينه بركان دي على الحدود المغربيه الجزائريه. يعني انت ممكن تشوف الجبال بتاع الجزائر من هناك، او اعتقد اسبانيا حاجه زي كده. لما رحنا كان في شهر رمضان. مدينه جميله جدا ومدينه هاديه وناس طيبين وجمهور، يعني جمهور طبعا متحمس، ولكن جمهور مش مؤذي. يعني جمهور بركان متحمس جدا، ولكن جمهور مش مؤذي. طبعا هيبقى في طياره خاصه مسافره يوم الخميس، هي كابتن حسين لبيب رئيس البعثه، ومعاه بقى مجموعه من اعضاء مجلس الاداره. يمكن جوميز لابد ان هو يركز. يعني خلاص بقى ننسى مباراه سموحه، اللي حصل 1-0. حصل بقى اخطاء، ما حصلش اخطاء، حصل اخطاء من المدير الفني معروفه. ما مش هنتكلم على التحكيم، لكن هنتكلم على المدير الفني والاخطاء اللي حصلت بالفني. طبعا رغم موضوع التحكيم ده، محمود البنا متاخد، يعني متاخد شمال ويمين وفوق وتحت، ما شاء الله الكتائب شغاله عليه والاعلام شغاله عليه، وجايبين كل الناس عشان تقول ان هو ما احتسبش ضربه جزاء لحسام حسن، وحسام حسن الطرد غير صحيح، وقصص ومواويل. عايزين ننسى بقى القصص دي كلها، ننسى ماتش سموحه، نقفل من بكره. هيبقى التدريب الاستعداد مباراه مهمه جدا، لابد ان الزمالك يحقق الفوز فيها، او على الاقل يتعادل، او على الاقل يجيب جون هناك. يعني حتى لو اتغلب 2-1 يبقى سهل قوي ان 1-0 هنا يفوز بالكاس. هي المباراه مش سهله، نهضه بركان فيها لعيبه قويه جدا، فيها لعيبه من المنتخب، ومباراه مش سهله، ومباراه محتاجه تركيز. نتمنى ان مجلس الاداره ما تبقاش رحله، يعني قبل كده كان الفرق كانت بتسافر، كانت بتتعزل في فندق لوحدها، بيركزوا، ما كانش معاهم حتى اعلام، ولا حتى اعلام النادي كان بيبقى موجود مع الفريق. كان الفريق مركز وقدر يحقق بطولات كتيره بالتركيز ده، وقدر يحقق السوبر المصري في الامارات مرتين، قدر ان هو يحقق السوبر الافريقي قدام الترجي التونسي في قطر، قدر يفوز على الهلال السعودي في السوبر السعودي. يعني عملوا نتائج كويسه جدا لما كانوا مركزين، واتمنى ان هم يكونوا مركزين رغم الغيابات اللي موجوده، مصطفى شلبي، شيكابالا، مصطفى الزناري. ولكن احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه الزمالك، والجهاز الفني ان شاء الله يركز ويدرس نهضه بركان كويس جدا، يعرف ويشوف هيلعب ازاي وطريقه اللعب ايه اللي هيلعب بيها. لان انت خلاص قدامك خطوتين، خطوه هناك شوط اول هناك وشوط تاني هنا. والشوط التاني هنا هيبقى لصالحك، ليه؟ لان يبقى في استاد القاهره على ارضك، جمهورك، الجمهور اللي هو
يحرك جبل هيبقى موجود، الاستاد هيبقى مليان بيشجع الفريق، فمهم جدا. وطبعا كالمعتاد طبعا العاب الصالات، يمكن البنات زي ما قلنا ب 100 راجل، لكن الرجاله للاسف الشديد دايما بيزعلوا جمهور الزمالك. النهارده من اول ماتش في نصف نهائي دوري سوبر السله اتغلب الزمالك النهارده 79-60، يعني حاجه مش كويسه. رجال السله او العاب الصالات بتواصل دائما الانهيار قدام المنافس التقليدي النادي الاهلي. نتمنى زي ما بنسمع ان شاء الله هيبقى في تعديلات كتيره جدا، ويبقى في تصحيح للاخطاء اللي بتحصل بالنسبه لالعاب الصالات، وان هيتم تدعيم الفرق المختلفه بلاعيبه كتيره. نتمنى التوفيق للزمالك وشكرا.